سيدة بتنتحر وترمي نفسها من الدور ال13 في بث مباشر قدام الجميع. الفيديو صعب جدا جدا يا جماعة، ومنصحش أي حد يشوفه، وده لسلامتكم النفسية. واللي ما يعرفش القصة، فالقصة باختصار دي بنت اسمها بسنت، وهي أم البنتين، وكانت متزوجة وانفصلت عن زوجها. وطبعا بعد ما انفصلت عن زوجها عكفت على تربية بناتها واستكمال دراستها الجامعية. ولكن اللي حصل ان كان في مشاكل كبيرة بينها وبين طليقها، ومرت بمجموعة من الأزمات المتتالية، زي ان والدها توفى والبيت اتحرق، ومرت بمجموعة من الأزمات المادية والصحية الشديدة. وكل العوامل دي أدت لاكتئابها اكتئاب شديد، ورمت نفسها من الدور ال13 في بث مباشر قدام الآلاف. في الأول كده يا جماعة لازم نعرف إن الانتحار هو كبيرة من الكبائر، ولكن لو بصينا حوالينا هنلاقي مئات من الأمهات زي بسنت، مش شرط إنهم يكونوا مطلقين، ولكن شايلين حمل جبال، من تربية لبيت لضغوط حياة لمشاكل أسرية مش بتخلص. وهنا عايز أقول لكل أم، من حقك تتعبي، ومن حقك تشتكي كمان. ده مش تقصير منك والله، مفيش حاجة اسمها سوبر ماما طول الوقت. لو حسيتي انك تعبتي ومش قادرة في اي وقت، وقفي واطلبي المساعدة، ده حقك. وطلبك للدعم والمساعدة ده قمة الشجاعة والمسؤولية تجاه اولادك. اهم نصيحة بقى عايز اوصلها لك من خلال الفيديو ده، لو حسيتي نفسك في اي فترة عندك اضطرابات شديدة في النوم، او كمان عندك اضطرابات نفسية، يعني بتعيطي كده عياط شديد ومستمر، او حسيتي نفسك عندك عصبية كده خارجة عن السيطرة، يعني بتتعصبي من اقل حاجة حواليكي، او كمان حسيتي نفسك فقدتي الاستمتاع بكل حاجة حواليكي حتى اولادك، فخليني اقولك ان دي مش مجرد ايام صعبة، ده جرس انذار بيقولك لازم تتحركي فورا وتطلبي الدعم بكل صوره. رقم واحد، اتكلمي وما تكتميش جواكي. شوفي حد كده في البيت او بره البيت بتثقي فيه، سواء زوجك او اختك او صديقتك، وطلعي اللي جواكي. رقم اتنين، ما تتكسفيش ابدا تطلبي المساعدة من الناس اللي حواليكي، اطلبي منهم يشيلوا معاكي شوية من الحمل، سواء في البيت او مع اولادك. ورقم ثلاثة، لو ما بتتحسنيش فلازم تاخدي خطوة وتزوري طبيب نفسي، وطبعا زيارتك لدكتور نفسي عمرها ما كانت عيب. اما بالنسبة للزوج، فلازم تعرف ان الام مش آلة، والأم محتاجة للدعم بكل صوره. ويا عزيزي الزوج، ما تنساش إن نفسية البيت من نفسية الأم، ومزاج البيت من مزاج الأم، ولو ضاعت نفسية الأم ضاع البيت. وبس كده، أتمنى توصلوا الفيديو ده لكل بيت. سلام.